بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شلونكم حبايبي؟ طبعا اليوم طبختنا راح تكون بامية. هنا غسلت التمن وصفيته وسويت عصير الطماطة. هنا حضرت خلي زيت الزيتون لان انا اطبخها بزيت الزيتون والثوم، وتركت اللحم والبامية يحمسون شوية. بعدين راح اضيف لها شوية من مي اللحم واتركها فد 10 دقائق. طبعا طريقة كل سهلة والبامية فريش مو مفرزة والطعم يجنن. هنا ضفنا عصير الطماطة والملح حسب الكمية. راح نخلطها شوية حتى تتجانس الملح ويا البامية ومي الطماطة. هنا بلشت تفور. طبعا راح اطبخ التمن بزيت الزيتون، راح اضيف له الهيل والعود قرفة. هنا التمن احنا غاسلينه ومصفينه بمصفي. ضفنا الملح. طبعا دا اسوي لكم شويه الفيديو يعني قصير حتى ما ينمل. هنا عندنا كملة البامية. طبعا ضفنا المعجون والملح. هنا التمن استوى. حبايبي لا تنسون اللايك. هنا كملت طبختنا والف عافية وسهمكم العافية حبايبي، وان شاء الله تجربوها بطريقة كل سهلة والطعم كلش طيب. وطبعا زيت الزيتون ابد ما مبين بلا ريحة ولا اي شي، وراح يكون صحي لان عندنا لحم غنم شوية دسم. حبايبي لا تنسون اللايك، واكون جدا ممنونة منكم.